أنا أعتقد أنني نفيت من البداية في مطلع التعقيب أو الجواب أنه لا علاقة لكلامي بالكلام عن البرلمان. هذه واضحة باش ما نخلطوش الأوراق. أما قضية الريع التشريعي فهذه خذ عندي السي حكيم واحد الكلمة أؤمن بها. وصول الريع اللي هو اقتصادي في المقالع في الرمال في الفلاحة في الضرائب إلى آخره. وصول الريع توجد في التشريع أي في صناعة القانون. ولهذا ما كانتش هذه الكلمة شائعة لأن البرلمان غرفة تسجيل لو لم يكن هناك منطق يشتغل خارج البرلمان يريد أن يحول البرلمان إلى غرفة تسجيل. هذه التماسيح والعفاريت ما تنزعش منها. هذه صور بلاغية لأن في دولة القانون لا نوجه التهم الأشخاص، ولكن في البلاغة الناس تفهم بالإشارة أن ما يسمى جيوب مقاومة وما يسمى قوى مقاومة هي في المطاف كائنات بشرية تشتغل بمنطق النفوذ خارج القانون تعرقل الإصلاحات. وهذا في تاريخ المغرب معروف. ليس من الحكمة اليوم أن نقول إن فلان أو علان، لكن لغة الحيوانات بالمناسبة ماشي لغة مبتذلة. القرآن الكريم اللي هو مرجعتنا المشتركة تكلم على هذا الشيء. ضرب الله يعني مثلا بالحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الكلب إن تحمل عليه أتركه يلهث. ما تقلقش السي حكيم سيد رئيس محترم إذا استدعينا واحد اللغة بلاغية لتوصيف ظاهرة معقدة في المجتمع سميتها أن هناك أشخاص لهم نفوذ يتحركون بأساليب غير قابلة للضبط ولا للانضباط تعرقل تفعيل القانون تعرقل تفعيل المؤسسات. هذه لغتنا اليوم التي أعتقد أن الشعب يفهمها جيدا. الرأي العام يدرك مغازيها ومعانيها، لكننا في جانب العمل الميداني والتفاعل مع إشكالات المجتمع نحن جادون في التصدي لها. شكرا لك.